صاحبي وحشنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واحنا بنقدم مع بعض محتوى ASMR بشكل مختلف، بنقدمه بشكل انه هو يدينا طاقة ايجابية بان احنا نرتاح نفسيا، نحل مشاكلنا النفسية زي اليأس والاحباط وغيرها. عملنا فيديوهات جميلة عن الموضوع ده، تقدروا تدخلوا وتطلعوا على القناة وتشوفوا محتوى ال ASMR اللي انا بقدمه معكم بشكل مختلف، وانتم كلكم صحابي ويشرفني ان انتم تشاهدوني وتستمتعوا بالتجربة المختلفة دي معي. كل واحد فينا سواء كان موظف بيقابل في حياته وفي يومه في الشغل أوقات صعبة تخليه متضايق ومخنوق في الشغل. اعتبر إن دي مشاكل الشغل، هي دي مشاكل الشغل. اعتبر إن دي مشاكل الشغل، اعتبر إن دي مشاكل الشغل. حاول بيها تخلص من أي مشكلة أو أي هم أو أي حاجة تتعبك نفسي. إذا كنت عاوز تقطع ورق الشغل أديني قطعتهولك. ده ورق الشغل، هو ده ورق الشغل. أهو. ده ورق الشغل، ده ورق الشغل. الورق قدامك أهو، احنا قطعناه وخلصنا منه، ونخلص من أي مشكلة تضايقنا أو تزعجنا. ما تزعلش نفسك، كلنا بنمر بالظروف دي وكلنا بنعاني من نفس المشكلة دي. مين فينا مش بيشوف ضغوط في الشغل بتضايقه أو بتعكنن عليه يومه؟ كلنا بنمر بالأزمة دي وكلنا بنعاني من المشكلة دي. شوف، مفيش انت او انتي، مفيش احنا عارفين انه احنا نازلين الشغل ونازلين نشتغل، اكيد هنقابل كل الضغوط وكل المشاكل، ما هي دي الحياة. شوفوا يا صحابي، احنا لو ما واجهناش مشاكل في الشغل عمرنا ما هنتعلم. طبيعي ان احنا نقابل مشاكل في الشغل، احنا واحنا نازلين الشغل عارفين ان احنا هنقابل ضغوط ومشاكل، واحنا نازلين الشغل عارفين ان احنا هنقابل كل الاشكال والالوان. طبيعي، وكل دي امور في الدنيا بتعلمنا وبنتعلم منها كتير. شوفوا يا صاحبي، احنا واحنا نازلين الشغل عارفين ان احنا هنشوف كل الالوان من البشر، وعارفين ان احنا هنشوف ضغوط في الحياة، وهنشوف عميل ممكن يضايقنا، او مدير ممكن يستفزنا، او اي شخص مريض ممكن يقرفنا في حياتنا ويعكنن علينا يومنا او يظلمنا في الشغل. احنا عارفين ده كويس، فما تتعبش نفسك. انا جيت هنا عشان اقطع الورق، انا جيت هنا عشان اقطع الورق ليك. كل ورق الشغل، كل ورق الشغل هيتقطع، مش هيبقى منه حاجة. ورق الشغل كله هيطير، ورق الشغل كله هيطير، ولا أي حاجة هتفضل. ورق الشغل كله المهم في الأول أو في الآخر بيترمي في الأرشيف، واللي ملوش لازمة بيتقطع زي ما انت شايف، ويروح المفرمة ويروح الزبالة. مفيش حاجة تستاهل. الشغل ومشاكله تجربة احنا بنعدي بيها وبنواجهها وبنشوف اللي بيحصل فيه، بنتعلم منه. مفيش حاجة في الدنيا سهلة، ومش زي ما بيقولوا أكل العيش مر. ده حقيقي طبعا، أكيد. ما هو لو الفلوس جاية بالسهل مش هنحس بقيمتها، وفي نفس الوقت أكيد يعني عشان يكون اللقمة الحلال اللي احنا بناكلها. طبعا في ناس مرضى وفي ناس بتزر زي ما احنا بنسميها، أو مش عارف، لو حد مثلا من دولة تانية بيشاهدني، اللي هو المنافق أو اللي هو بيأذي زملاته وبيأذي زمايله عشان يصعد على أكتافهم، ده إنسان وضيع في الأول في الآخر، ربنا مش هيبارك له. ومن ده كتير، ما هي الحياة كده، ألوان من البشر. مش كل الناس هتبقى طيبة ومش كل الناس هتبقى كويسة. انت ازاي متخيل ان انت ما طبيعي؟ اتعامل مع البشر دي بلذاذة، استمتع جيم كأنك
زي ما بيحصل في الجيم برضو، كذلك برضو هو الشغل والعمل، طبيعة الحياة كده. والشغل والبشر اللي انت بتواجههم دول اللي هم مؤذيين يعني، اتعامل معاهم على اساس ان هم الصعوبات اللي في الجيم، هتتغلب عليهم وتنتصر عليهم وترميهم في سلة الزبالة زي الورق اللي ملوش لازمة اللي اترمى في الزبالة. كل ده عادي، كل ده يعدي ويمر، وكل ده ملوش اي 30 لازمة. العمر بيمر والايام بتمر والسنين بتمر، اوعى تشيل في قلبك ولا تقول ده فلان قال لي عني كذا والشغل والضغط وبيقول عني وبيأذيني. هيعدي يا صاحبي، هيعدي يا صاحبي، كل ده هيعدي. انا ياما واجهت وشفت في الشغل عادي. انسوا كل ده. ايه لازمة ان احنا نعلق راسنا بده؟ لا 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 لا. تيجي قولي كده ونقعد نريح دماغنا ونمسح من دماغنا كل الحوارات دي، كل ده في الفاضي، كل ده يعدي وتنساه. انسى، انسى يا صاحبي، انسى يا صاحبي، انسي، انسي، ما تفكريش، متفكرش، ما تشغلش بالك، انسى الحوارات دي كلها، انسى. انت شاغل بالك ليه؟ كل ده ملوش اي 30 لازمة. وانت لو شغلت بالك وشغلت عقلك وتفكيرك هتتعب، هتتعب. ولا بيأذيك ولا مبسوط ومزاجه حلو لانه شخص بارد. طب انت ليه؟ انت تتعب نفسك ليه؟ لا تعبك هيجيب نتيجة ولا عرفك هيجيب نتيجة، تتعب نفسك ليه؟ لا، ركز في شغلك وتعامل عادي بكل برود وبكل هدوء أعصاب عادي. بس أول ما تدخل البيت ارمي كل الشغل واللي حصل فيه ورا ظهرك، امسح باستيك، كل اللي في الشغل تنساه. لو انت مثلا متجوز وعندك بنت او عندك ولد، تدخل على اولادك ناسي كل الكلام الفارغ ده، انسى، ما هو مش ذنبهم. لو انت مش متجوز وعندك ماما او بابا وعندك حياتك، مش ذنب الناس اللي عايشة بيه معاك في اللي انت شفته ده. وفي نفس الوقت انت ذنبك ايه تشيل معاك هم الشغل في البيت؟ ارمي ده كله في صالة الزبالة، لان كل ده يعدي ويترمي في صالة الزبالة، كل ده يمر، مفيش حاجة هتفضل ولا في حاجة هتدوم، كله يعدي. ليه بقى توجع قلبك وتوجع دماغك؟ انت اللي بتوجع راسك ليه تتعب نفسك واللي تشيل نفسك الهم عشان ايه؟ قولي بقى عشان ايه؟ انت مستفيد ايه؟ ولا اي حاجة، بتتعبوا بس. كفاية المشاكل اللي انت بتقابلها في حياتك، اللي هي مثلا يعني ممكن تكون غلا او بتفكر في تخطط في حياتك، يعني الدماغ مش ناقصة، الدماغ مش ناقصة. لا، امال انت بتسمعني ليه؟ انت بتسمع خالد علشان خالد يريح دماغك. ريح دماغك يا صاحبي، ريح دماغك يا صاحبي، مفيش حاجة في الدنيا تستاهل خالص. ارمي كل الحوارات دي، ارمي، ارمي، ارمي. دماغي، انا عايز دماغي هدوء اعصابي، اشرب عصير ليمون، اقعد قعدة حلوة في البيت، اخرج في نزهة جميلة، اطلع مثلا في مكان هادي، ابص للسما، ابص للنجوم، وانسى، انسى، انسى، انسى كل الحوارات الفارغة دي. ايوه طبعا. هو انت فاكر مثلا ان محتوى الاي اس ام ار ده للنمو بس؟ لا طبعا، او خصوصا معايا انا مش بستخدمه للنوم بس. عشان كده لو عجبك كلامي ما تضغطوا لايك يا جماعه، يعني احنا لسه بنتكلم كده، اضغطوا لايك، اضغطوا لايك، اشتركوا في القناه. لا عجبكم المحتوى اشتركوا في القناه واضغطوا لايك.
الإنسان ده روح ودم، نفس بتتأثر. نفسك لما بتتأثر جسمك كله بيتأثر وبتتعب. يبقى عشان ايه وعشان مين وليه؟ عشان ايه وعشان مين وليه؟ لا 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 لا. انا كل البشر دي ما تلزمنيش، كل الكلام الفارغ ده ما يعنينيش. انا اشتري دماغي واشتري راحتي، انا اشتري دماغي واشتري راحتي. طب انا مركز في شغلي، بعمل اللي عليا، بعمل بضميري، بعمل بما يرضي الله، يبقى ما تعبش نفسي خالص. انا تعب نفسي ليه؟ انا اوجع دماغي ليه؟ ما ينفعش. انا اتعب نفسي ليه؟ انا اوجع دماغي ليه؟ اوجع دماغي ليه؟ ولمين؟ وعشان ايه؟ انا مش ممكن اقول لكم يا صحابي، انا مش ممكن اقول لكم، ولا ممكن اقول لكم حاجه تضلكم. اكيد انا بتمنى لكم الخير، وعشان كده بقول لكم انسوا كل المشاكل دي، وانسوا كل الازمات دي، وانسوا كل الحوارات اللي بتشوفوها في الشغل. كل الامور دي ملهاش اي 30 لازمه، وبترهق اعصابنا وبتتعبنا نفسيا. طب وليه؟ وعشان ايه وعشان مين؟ كل ده ملوش لازمه. انا راحتي بالدنيا، انا راحتي بالدنيا، ده مش كلام هتنفع. انا راحتي بالدنيا، ده مش كلام. انا راحتي بالدنيا، وكل اللي بيحصل ده ملوش لازمه. انا راحتي بالدنيا، انا راحتي بالدنيا. محدش ينفعني، محدش ينفعك. يبقى ليه انا اشتري دماغي واريح نفسي وافكر في مستقبلي وفي راحة بالي، طالما انا بعمل اللي في ضميري؟ وكل اللي بشوفه في الشغل دول من ناس متعبة او مؤذية او حتى عامل رخم او اي ضغوط، اول ما بخرج من باب الشركة ارمي كله في اقرب سلة زبالة جنب مني. اي كلام فارغ، اي حوارات، اي قصص. عايز اقولكوا حاجة، في فصل الصيف نهار الشغل بيكون طويل وبترجع منه حيلك محدود. حيلك محدود. انا قلت صح ولا غلط؟ حيلك محدود، تعبان مرهق، لان نهار الشغل بيكون طويل، بتحس بتعب ومجهود. هي نفس الساعات برضه سبحان الله، بس يعني هو نفس عدد الساعات، بس بتحس في الشغل في الشتاء النهار بيعدي بسرعة، وفي الصيف النهار بيعدي ببطء طويل. أحداث كتير حصلت في الشغل. روح خد دش دافي، لو كنت هتتغدى ماشي، وبعد ما تتغدى وتشرب عصير بلاش شاي، ريح ساعتين. ايوه نام ساعتين، او الافضل خد دش ونام ساعتين، واول ما تصحى من النوم اتغدى وخد راحتك. النوم ده هيفصل كل اليوم ده، النوم ده يديك نشاط تستمر. طبعا مش هتنام تاني طبعا بعد كام ساعة، يعني بعد نص الليل تكون نمت. ليه؟ عشان تقضي وقت حلو مع اهلك ومع اولادك ومع اخواتك او مع نفسك حتى. تقضي وقت لنفسك. ان كنت مثلا تقعد في غرفتك مثلا في مكتبك، تمسك اوراقك، تفكر لمستقبلك ولنفسك، او مثلا تخرج خروجة ظريفة مع اصحابك، او تقعد مع نفسك في هدوء، او تخرج خروجة حلوة لنفسك، او تاخد حد من صحابك وتتسوق، او ما هو كل يوم هيكون في حوار جديد. او مثلا تاخد مثلا لو انت متجوز مثلا، او تاخد مثلا يعني اكيد من ده خد حبايبك، ريح نفسك وريح اعصابك، وما تشغلش بالك بشغل ولا تشغل بالك بحد. ريح نفسك، وكل اللي احنا بنسمعه ده او كل اللي بتواجهه في الشغل انسى
مفيهاش اشكال زبالة. فانت برضو ايه اشتغل وطنشهم، لان وجودهم طبيعي، وجودهم في الحياة طبيعي، وجودهم كده. في ناس أذى، ألا في ناس أذى انت متخيل الدنيا او الحياة مفيش فيها أذى؟ لا ازاي؟ وانت عارف انها دنيا. كبر دماغك بقى يا صاحبي، كبر دماغك، كبر دماغك يا صاحبي. يا صاحبي انتوا عارفين ان دي دنيا فيها مشاكل وفيها حوارات وفيها قصص كتير. كبر دماغكوا بقى يا صحابي، يا صاحبي انا عايز مصلحتكوا يا صحابي. ابعدوا عن الهم واشتروا دماغكوا وريحوا نفسكوا. كل الحوارات العمضانيات، كل الكلام الفارغ ده المفصل للزبالة، ولا تشغلوا بالكم بيه. كل اللي ما يعنيكمش ويتعبكوا نفسيا ولا تشغلوا بالكم بيه. اهدى كده وارتاح وصلي على النبي كمان، صلي على النبي. روق على دماغك، روق على دماغك، ما حدش واخد منها حاجة يا صاحبي. كل اللي انت بتحكي فيه ده وكل اللي شاغل بالك ده ولا له اي 30 لازمة. كل دول اشكال هيمثلهم زي بعض زبالة. وانت اشتري نفسك واشتري دماغك طالما بتعمل اللي في عليك في شغلك عشان تطور نفسك، وعشان ان انت تكون راضي ضميرك برضه، وعشان تطور نفسك ان انت ممكن تاخد شهادة خبرة او ممكن تترقى في مكانك. ايوه، شغلك هو اللي بيسمع. وانت لما تبص للمؤذي ده وتفضل مركز معاه عمرك ما هتتقدم في شغلك، وهو هيظهر اكتر على حسب الناس. فما تشغلش بالك بيه نهائي 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 نهائي. ركز في شغلك، سيبك من كل الكلام الفارغ، وسيبك من كل البشر الفارغة التعبانة، واي كلام يعني ممكن يتعبك نفسيا، اي كلام ممكن يتعبكوا نفسيا يا صحابي. ابعدوا عن الكلام الفارغ وابعدوا عن البشر المؤذية. اصل دي اشكال طبيعة وجودها في الدنيا، هنعمل ايه؟ ده نصيبنا والحمد لله. ودايما نقول الحمد لله، والحمد لله اننا شغالين، وخلاص هنعمل